احنا بنسمع ابونا بشوي واحنا جيل ما عصرناهوش. ليه كل البروباجندا دي على ابونا بشوي؟ أبونا بشوي كان ليه كلمة تلخص ليه أبونا بشوي حاجة فريدة، يعني حاجة يونيك. كان ليه كلمة يقولها، ودي اللي كان بيعملها. كان بيقول الناس مش محتاجة تسمع عن المسيح، الناس محتاجة تشوف المسيح. يعني بذلك كل الناس بتتكلم عن المسيح وبتوعظ عن المسيح وبتحكي عن المسيح، لكن تصرفاتهم وأعمالهم يمكن ما بتعكسش صورة المسيح في شخصهم يعني. فالناس اللي بتسمع عن المسيح بيقولوا سمعنا كتير، مش محتاجين نسمع أكتر من كده، بس محتاجين نشوف. وده كان قليل، إن الواحد يشوف صورة المسيح في الإنسان المسيحي حتى وهو ما بيتكلمش، يعني من غير ما يوعظ ولا يحكي عن ربنا، لكن يقدم نموذج لله كده. أبونا بشوي كان كده، كان يوعظ حلو قوي وكانت وعظاته جذابة جدا، دي حاجة، لكن كنت تشوف في تصرفاته وفي سلوكه وفي علاقاته صورة للمسيح في كل حاجة. فهو ما اشتهرش لأنه واعظ قدير، ولكن اشتهر لأن الناس اللي تلامست معاه حست انها بتتلامس مع المسيح. محبة لكل الناس، ما يحطش في قلبه عداوة أو بغضة لأحد مهما كان لأي سبب. يتعامل برفق مع كل إنسان، يهتم بكل واحد. يعني احنا ساعات الواحد فينا يتوه عليه بعض الناس اللي بيضلوا عن الكنيسة وبيضيعوا في وسط العالم، هو ما كانش كده. هو كان وربنا كان مديله ذاكرة قوية جدا، فكان يقدر يوم الحد مثلا ياخد باله مين ما جاش القداس النهاردة، ولازم يتصل بيه، يروح يزوره، يسأل عنه. اهتمامه بالإنسان اللي غايب عن الكنيسة، اللي ما حضرش، البعيد عن الكنيسة، كان يعني بيعكس. هو ما بيحكيش بلسانه عن الخروف الضال وال99 اللي في الحظيرة، والراعي الصالح يسيب ال99 في الحظيرة ويروح يبحث عن الخروف الضال. هو ما كانش بيحكي عن دي، كان بيعمل دي. كان بيروح بنفسه يدور على أي واحد غايب عن الكنيسة أو بعد عن الكنيسة عشان يجيبه. فالكلمة اللي قالها الناس مش محتاجة تسمع عن المسيح لكن محتاجة تشوف المسيح، هي دي اللي كان بينفذها في حياته، وهي دي اللي خليته يبقى إنسان يونيك فريد في نوعه.